اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم فراخ مشويه في الفرن بتتبيله اكتر من روعه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي قطع من الطماطم والبصل والفلفل الرومي، هبتدي افرمهم عندي في الكبه بالشكل ده كده لحد ما تديني قوام ناعم. بعد كده هنزل بيهم عندي في بوله، واكون محضره عندي مجموعه من التوابل. اول حاجه عندي معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من البابريكا، وعندي عصره ليمون، وربع كوبايه من زيت الذره، وعندي عسل نحل هنزل بمعلقه. ده بيخلي طعم التتبيله والفراخ في حته تانية خالص. هبتدي بقى اقلب المكونات دي كلها مع بعضها. هجيب عندي بقى فرخه، هكون مقطعاها قطع زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب السكينه وهبتدي اعمل فتحات في الفراخ عشان انا عايزه التتبيله تدخل جوه انسجه اللحم بتاعه الفراخ بالشكل ده. طريقه سهله جدا، امشي بنفس الطريقه اللي انا قلتلك عليها تعملي فراخ مشويه بجد طعمها تحفه. هنزل بقى بالتتبيله على الفراخ واتبلها كويس جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد ما تبلتها بالشكل ده هجيب عندي بقى الطاجن او الصينيه، هرص فيها في ارضيه الصينيه شرايح من البصل، واجيب عندي الفراخ هبتدي ارصها على شرايح البصل بالشكل ده. هدخلها التلاجة في التتبيله ديت لمده ساعه على الاقل ترتاح شويه بالشكل ده. بقت جاهزه معايا. بعد ساعه بالظبط هطلعها من التلاجة وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هتطلع معايا وتبقى احلى فراخ مشوية زي ما انت شايفة كده. انا مش عايزة اقولك على الريحة والطعم بجد تحفة. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها. التتبيلة بجد خطيرة، طعمها حلو قوي. لو عجبتك ما تنسيش اللايك والشير، والف هنا وشفا. السلام عليكم.